شعارات مطالبة بإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين في السجون البحرينية لم تقف ولن تقف بحسب المتظاهرين الزاحفين إلى العاصمة المنامة في خاتمة فاتحة والدة الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي منعه النظام من المشاركة في مأتمها. محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين العزل وفي مقدمتهم الملك حمد ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان آل خليفة الذي لا يزال في منصبه منذ 40 عاما هو ما يطالب به المحتجون في المسيرات التضامنية مع المعتقلين في السجون. بوصلة التظاهرات والاحتجاجات اتجهت هذه المرة نحو العاصمة المنامة التي حولها النظام إلى منطقة عسكرية، خطوة يرى المحللون أنها عرض لقوة المعارضة الجماهيرية مقابل لغة القمع التي يعتمدها النظام للهروب من معالجة الأزمة التي يتخبط فيها منذ ما يقارب العام ونصف العام. هو حال المئات من المتظاهرين المصابين بحالات اختناق جراء القنابل الغازية السامة التي تطلقها قوات النظام بشكل هستيري لكم الأفواه المطالبة بخروج جيش الاحتلال السعودي من البلاد. أما هنا فانقلب السحر على الساحر، وأصبحت القنابل الغازية السامة الأمريكية الصنع تطال مطلقها، كما هو حال هذا العنصر الذي أصبح حاله كحال المحتجين المصابين بحالات اختناق. حملة التضامن مع المعتقل نبيل رجب بعد إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام والناشط محمود برويز مستمرة في الفعاليات التي دعا إليها ثوار البحرين، حيث ستختتم يوم الجمعة المقبل في مسيرة حاشدة وسط المنامة تحت شعار حق تقرير المصير 13.